السلام عليكم يا أحلى عائلة عندي، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال، وكنتمنى يعطيكم ربي كل ما تمنيتو. اليوم جيت ليكم بقصة جديدة اللي كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. وقبل ما نبدا القصة ديالنا كيف العادة ما تنساونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة بحالكم اللي كتفرح القلب. فرحوني باشتراك لي باش تشترك في القناة باش تنضموا للعائلة ديالنا، نكونوا صحاب مع بعضياتنا ونشاركوا همومنا مجموعين. وما نطولش عليكم ونخليكم مع صاحبة القصة. السلام عليكم، معكم نجوى اللي في العمر ديالها 25 عام. نجوى اللي كافحات وقرات وخدمات في أحسن الشركات المدينة اللي ساكنة فيها أنا. الأم ديالي اللي ضحات بشبابها بطفولتها بكل شيء باش تقريني وتوصلني لهاد الرتبة اللي أنا فيها، ولكن كان ناقصني حاجة واحدة، هو نعرف شكون هو الأب ديالي. الأم ديالي كان ديما كتهرب من هاد السؤال وما كتقولش ليا واش عايش ولا ميت. حنا كنا ساكنين في ديور ديال الكاريان، ولكن ملي تخيلت ان الاب ديالي غادي يكون رجل مهم وكان لاباس عليه. الام ديالي فاش بقيت كنسولها كان ديما كتهرب وما كتبغيش تقول ليا، حتى لواحد النهار اللي غادي تقول ليا شكون هو بابا، وقالت لي بانها في سن 15 سنه والديها داوها تخدم في واحد الفيرما، وهنايا تعرفت على ولد هذيك السيده اللي خدمت عندها، بقى كيتقرب منها ولا بيناتهم واحد العلاقه ديال الحب، وكان كيوهمها غادي يتزوج بها وكيبغيها ومستحيل يتخلى عليها، حتى وقع اللي وقع بيناتهم وهي كانت مازال صغيره. ملي عرفوها حامله منه جراو عليها هما ديال الفيرما اللي هما والديها تبراو فيها ومبقاوش باغينها وجراو عليها حتى هما، وهي هنايا لقات راسها في الشارع وما عارفاش شنو غادي دير. بقات كتقلب من دار لدار غير كيعرفوها انها حامله كيجريو عليها وما كيرحموهاش. الام ديالي هنايا كانت جامعه شي فلوس اللي بدات كتبيع المسمن والحرشه، واخا كان سنها صغير ولكن كانت كابابل انها دير بزاف الحوايج، حيت من صغرها وهي كتخدم بدات كتبيع المسمان والحرشه، حتى جات واحد السيده وشافتها وعاودت لها القصه ديالها. هنايا هاد السيده داتها معاها البراكه فين ساكنه وبقات معاها الام ديالي حتى ولدات. والسيده من بعد ما توفات بقات الام ديالي ساكنه في هاد البراكه اللي حنا ساكنين فيها، وكبراتني وقراتني وكافحات على قبلي، وكانت كتهرب انها تقول لي ان الاب ديالي رجل اعمال ولا باس عليه. من بعد هي ما وقع لها هادشي كامل والدي هما صفروه الخارج وهما فكر انه يقلب عليها. ملي ضغطت عليه بزاف بقى فيا الحال، علاش الاب ديالي دار بحال هكا؟ هو بامكانه انه يتزوج بها او على الاقل يعترف بيا. تقولي لي فين ساكنين؟ انا بغيت نشوفهم، بغيت نتعرف عليهم، بغيت نسولهم علاش داروا هادشي كامل. انا شنو ذنبي في هادشي كامل اللي بيناتكم؟ علاش انا نعيش بحال هكا؟ قالت لي الاب ديالي من بعد سنوات راه كاين في المغرب ومتزوج ووالد وعايش حياته. قالت لي غير نساي عليك باباك وتهناي.
وراتني فين ساكن الأب ديالي والعائلة ديالو. مشيت عندو الأب ديالي وقلت ليه خاصني نهضر معاك. هو شاف فيا باستغراب وقال لي كتشبي ليا شي وحدة، ولكن ما عرفتش مزيان. وانا نصارحو قلت ليه ما عرفتيش ولا كدير براسك ما عارفش. وانا نصارحو قلت ليه علاش درتي بحال هكا. الأب ديالي تصدم وقال لي لا لا، انا سمحي لي ما عنديش شي بنت من غير ولادي. كان كيهضر وخايف، ولكن أنا بقيت مصرة عليه. قال لي من بعد ونهضروا. ودخل للدار وسد عليا الباب. مشيت عند الأم ديالي وبقى فيا الحال على الأب ديالي دار معايا بحال هكا، وأنا سنوات طويلة وساعات طويلة كنتسناه باش غير نشوفو ونهضر معاه. ما حسيت بحتى شي شعور تجاهه. من بعد بقيت كنطلب في الحارس ديال الفيلا أنه يعطيني الرقم ديالو. هو ما بغاش في الأول، ولكن قلت ليه أنا ما غنقولش ليه أنت اللي عطيتيني. خديت من عنده داك الرقم ومشيت عند الأم ديالي كنبكي، وقالت لي علاش مشيتي عنده، أنا عارفة راه ما غيدير والو وقدام والديه، ودابا راه عنده مسؤولية وعنده مرا، علاش مشيتي عنده؟ واش أنا خاصك من شي حاجة؟ قلت لها لا، خاصني أنا نعرف الأب ديالي علاش دار بحال هكا. من بعد وليت كنصوني ليه، هو تصدم وبدا كيقطع عليا التليفون. بعد مدة ديال المحاولات الأب ديالي ولا كيتهرب مني، ما كيشوفش فيا، ما كيجاوبنيش في التليفون من الأول. حتى من النمرة ديك اللي كان كيجاوب بها بدلها غير باش ننساه. من بعد مدة ديال عامين كنسمع أن الأب ديالي مرض، دار حادثة سير وجلس مبقاش كيتمشى على رجليه. مشيت كنجري باش نشوفو ونطمن عليه، واخا هو كان رافضني وما قلت والو لا لخوتي لا المرا ديالو. قلت لها راه غير كيدير فيا الخير وبغيت نرد ليه ولو جزء منه. هو الأب ديالي كان معروف أنه كيدير الخير وعزيز عليه يعاون الناس، ولكن بنتو نكرة. المهم خرج من السبيطار ورجع للدار، وعاوتاني بدا كيقطع عليا التليفون ومبقاش كيجاوبني. هنايا فهمت علاش الأم ديالي كتقول ليا أن الأب ديالك راه ما غيدير والو، غير تهناي ونساي عليك. وأنا لا ما بغيتش نقول لك هاد الشي حيت عارفة غادي يجرحك، وأنا أهم حاجة عندي هي نتي، وخليها في بالك. الأم ديالي بدات كتحس بأنني وليت باغا غير الأب ديالي كيف ما كان. بدات كتقلق وكتحس براسها أنها مبقاش ليها دور في حياتي، وكانت كتقولها ليا وكنقولها لا. عارفة أنك كافحتي على قبلي وقريتيني وكنتي الأب والأم بالنسبة ليا، ولكن خصني نعرف علاش بابا دار هاد الشي كامل. علاش أنا ماشي بحال خوتي اللي كيعنقهم قدامي فاش مشيت نشوفو وهو مريض، كيهتم بيهم وأنا فاقدة لهاد الشي. من بعد الأب ديالي غادي يتصاب بإعاقة دائمة من مورا ديك حادثة سير. المرا ديالو مبقاتش قابلة بيه، هزت ولادها ومشات، وحتى ولادو اللي كان كيموت عليهم مشاو وخلاوه، ما قدروش يستحملوه. انا مشيت لعندو وقفت معاه، مشيت لعندو. هنايا ما قدر يقول لي الاب ديالي والو. جلست معاه في الفيلا ديالو وبديت كنقابلو، حيت ما بقى ليه حتى شي واحد من غيري. والدين ديالو
كاينين وما كاينين، ما مسوقينش ليه، لأنهم خارج المغرب. فأنايا اللي كنت السند ديالو من بعد داك الشي كامل اللي دار فيا. هنايا الأب ديالي حس بالغلط ديالو وقال لي أنا مستعد أنني نعترف بيك قدام كل شي، وطلب مني السماحة على أي حاجة دارها، وبغى يطلب السماحة حتى من الأم ديالي اللي دار فيها هاداك الشي كامل، وبسبابو خسرت عائلتها، خسرت شرفها، خسرت طفولتها، خسرت بزاف د الحوايج. وقرر أنه يتصالح معاها يكونوا أسرة، ولكن الأم ديالي رفضات رفضا قاطع، وما تقبلاتش أنني وليت معاه بحال هكا. ولكن بقى فيها الحال بزاف، ولكن حاولت نشرح ليها وهي تقبلات الموضوع. والأب ديالي من بعد هادشي كامل اللي دار فيا، أنا الوحيدة اللي وقفت معاه في هاد الأزمة ديالو اللي وقعت ليه. ووالديه ملي ساقوا الأخبار كانوا مصدومين أنني جيت نقلب عليه، وكانوا كيقولوا ليه هي باغا غير الفلوس ديالك. قلت لهم أنا خذوا كل شيء وخلوني غير نحس الأب ديالي معايا. ولكن الأب ديالي رفض، قال لي أنت من حقك أنك تعيشي بحالك بحال خوتك، وأنا كنعترف بالغلط ديالي ومستعد من غدا أنني نعترف بك كبنتي. وبقى كيطلب مني السماحة، وحاليا أنا وياه ولينا بحال الأصدقاء، لأن صعيب من بعد هاد السنوات كاملة أننا نكونوا بحال الأب والابنة ديالو.